عشان تكون لاعب ماهر وحريف لازم تتقن مجموعة من المهارات، فجبت لكم النهاردة مجموعة رائعة جدا من مهارات الفوت وورك اللي تقدر تعملها عشان تزيد عندك المهارة وتزيد عندك التحكم واللمسة للكرة. ندخل على الانترو وبعد كده نبدأ على طول. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا 15 حركه او 15 مهاره حلوين جدا هتقدر ان انت تستخدمهم وتقدر ان انت تعمل بيهم وتعلي بيهم المهاره عندك. يعني بعد ما تعمل الحاجات دي المهاره عندك تكون عاليه جدا، الكوره هتكون والتحكم في رجلك هتكون سهله جدا جدا جدا. بعد ما تعمل الحركات دي هتعلمهم باسلوب بسيط جدا، هناخدهم خطوه خطوه مع بعض نقدر ان احنا نعملهم. هقول لك برده على جدول تقدر تمشي بيهم وتعملهم ازاي عشان تقدر تنفذهم بكل سهوله ويكون معاك سهله جدا وبكل سهوله تقدر تعملها. هنبدا دلوقتي في السهل بعد كده ندخل في الصعب واحده واحده مع بعض. يلا بينا. في التمرين الاول زي ما انتم شايفين كده احنا بنسخن بيه، اللي هو احنا بنسحب الكوره من القدم للقدم كده زي ما انتم شايفين كده بنسخن بيها، ودي بنتعود فيها على حساسيه الكوره واللمسه من القدم للقدم. تاني تمرين معانا اللي هو احنا بنسحب الكوره بقدم وبوش رجلينا للقدم التاني، بنسحبها كده وبنلعبها بوش رجلينا من القدم للقدم. دي بتعلي عندنا الحساسيه بتاعت الكوره وبتخلي عندنا الكوره سهله جدا في المرور، بتخلي عندنا الكوره من اليمين للشمال سهله جدا، نقدر ان احنا نتنقل بالكوره بسرعه. تالت حاجه معانا احنا بنلمس الكوره من وش رجلنا الداخلي وبناخدها بوش رجلنا الناحيه الثانيه وبنعكس بالقدم الثانيه. دي بتسهل عندنا زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين كده بنعمل كده بناخدها. دي بتسهل عندنا برده التنقل من القدم للقدم. رابع حاجه معانا زي ما انتم شايفين كده احنا بنسحب الكوره كده وبعد كده بنوقفها وبنسحبها كده تاني. دي زي ما تقول كده مهاره وبنحاول ان احنا نعملها عشان سهل عندنا المهاره لو جالت لنا في الملعب يبقى سهل السحب وسهل التنقل معانا. لما نيجي نسحبها كده وبعد كده نرجعها كده تاني نعملها كده كتير ونحاول ان احنا ننقلها من القدم الثانيه، يعني نعملها مره بالقدم اليمين ومره بالقدم الشمال عشان تكون سهله معانا بعد كده ونقدر ان احنا ننفذها بسرعه. لما نتعود على دي كده بالقدمين هنتعود على عمل المهارات، عمل مهاره السيزر او السيب اوفر بجميع مراحلها، اللي انت تسحب الكره وتلف رجلك تقدر بقى ان انت تعمل فينت، تقدر ان انت تعمل بعديها بادي فينت، تقدر ان انت تعدي من القدم. فهي دي بتسهل عليك ان انت تقدر تعمل الحاجات دي، فهي حاجه سهله جدا وحاجه تمرين رائع جدا تقدر تسهل عليك عمل المهارات. ندخل دلوقتي على اللي بعديها، يلا بينا. في التمرين ده احنا بنحرك الكرة قدام بعد كده بنسحبها ورا وبنحركها في اتجاه اخر زي ما انتم شايفين كده من اتجاه لاتجاه، فهو ده بيفيدنا ان احنا بنقدر نسيطر على الكرة ونقدر نتحكم فيها في جميع الاتجاهات. نتعود على التشوب اللي هو احنا بنسحب الكرة كده يمين وشمال زي ما انتم شايفين كده، نتعود على التشوب ناخدها كده، نقدر ان احنا نتعود على اللمسات بتاعت الكرة دي، فنعمل التمرين ده كتير جدا عشان نقدر ناخد اللمسات دي لما الكرة تجيلنا بالطريقة دي. عمل البادي فينت اللي هو انت ازاي بتعمل البادي فينت، ازاي بتتعود على البادي فينت، تعمل البادي فينت بعد كده تاخدها بالرجل الثانيه وترجعها وتعمل البادي فينت برده وتاخدها بالرجل الثانيه زي ما انتم شايفين كده. لازم تعمل مجموعه التمارين دي كتير جدا عشان تقدر تحفظها وتكون سهله معاك وتقدر انت تنفذها بكل سهوله. لما تجيلك الحاجات دي في الماتش لازم تكون عارفها كويس جدا جدا جدا. ندخل على التمرين اللي بعده، يلا بينا.
التمرين اللي بعد زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بنطلع بالكوره في اتجاه، بعد كده بنسحب باسفل القدم، وبعد كده بنروح بالرجل الثانيه وبنسحب باسفل القدم. زي ما انتم شايفين كده تمرين سهل جدا، هيعودنا على اكتر لما الكوره نكون مثلا رايحين في اتجاه نقدر ان احنا نغير ونسحبها لتحت. التمرين اللي بعده متعود على اللمسه، وبعد كده بناخدها من اتجاه لاتجاه زي ما انتم شايفين كده من بطن الرجل، بعد كده بنسحبها لتحت، بعد كده ننقلها ببطن الرجل تاني. ده بيعودنا على السيطره عليها ببطن الرجل، نقدر ان احنا نسحبها تاني. ندخل في التمرين اللي بعده، يلا بينا. التمرين ده يا جماعه كنا بنسحب الكوره من الرجل للرجل زي ما انتم شايفين كده، بنسحب الكوره من الرجل للرجل في التمرين ده، ناخد الكوره كده ونثبتها وبعد كده ناخدها من الرجل الثانيه. فده بيفيدنا ان احنا نقدر لما يكون مثلا بنكون بنراوغ او بنكون مثلا في مكان عايزين نعدي منه، نقدر ان احنا نسحبها ونعدي. فكل الحاجات دي بتفيدنا في المراوغات، بتفيدنا في المهارات، ان احنا نقدر نسحب الكوره ونعدي، نسحب الكوره بالرجل دي ونعدي. تمرين رائع جدا للتحكم بالكوره، وهيفيد كل لاعب بيقدر يتحكم بالكوره كويس جدا. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده في التمرين ده احنا بنسحب الكوره وبعد كده بناخدها كده من الجنب. زي ما انتم شايفين كده تمرين رائع جدا وحلو جدا، وهيسهل على اللاعب حركه اللي هو اللمسه واللي تشوب مع بعض. ناخد الكوره كده ونعملها من الجنب وبناخدها بالرجل الثانيه. في التمرين ده احنا بنقدر نسحب الكوره من الرجل للرجل زي ما انتم شايفين كده، سهل علينا حاجات كتير، سهل علينا حركه الالاستيكو، سهل علينا ان احنا نقدر نعدي بكل سهوله، نقدر نحرك رجلنا في جميع الاتجاهات. تمرين سهل جدا وحلو جدا ومفيد جدا لاي لاعب كره قدم يقدر ان هو ينفذه. زي ما انتم شايفين كده في التمرين ده نسحب الكوره كده وبنرجعها تاني. تمرين مهم جدا ومفيد جدا عشان تقدر تسيطر على الكوره، تقدر انت تسيطر على الكوره. لو انت مثلا هتوقف الكوره، لو انت هتعمل اي مهاره، فتكون الموضوع معاك سهل جدا، تقدر تعملها بكل سهوله. وكده خلصت حلقتنا، يا رب تكون نالت اعجابكم. لايك سبسكرايب، اشوفكم فيديو جديد باذن الله. سلام عليكم.